حبايب تيتا ميمي، ايه حكاية بياع غزل البنات اللي أبكى الملايين أيام العيد؟ هو اسمه محمد حسين إبراهيم أحمد، وعنده 31 سنة، وعنده من الأولاد 4، وفي منهم في التعليم، وزوجته ومامته عايشين معاه وبيصرف عليهم. هو عيشته كلها ديون في ديون. كان عنده بيت وسقف البيت وقع، والناس ادوله أوضة وعايش فيها. هو من مركز دار السلام، قرية أولاد سالم بحري. بايع غسل البنات، راجل شقيان عايز ياكل لقمته بالحلال، وعايز يشتغل علشان خاطر عياله الأربعة وزوجته ووالدته. وهو شغال كل يوم حاجة، بيبيع أي حاجة علشان يجيب رزقه ورزق عياله اللي داخل عليه العيد. عايز يجيب بس فرخة لعياله علشان ياكلوها في العيد. اللي حصل انه كان طالع يبيع غسل البنات علشان يجيب الفرخة للعيد للعياله، وكانت درجة الحرارة شديدة خالص، حوالي 45 درجة، وطلع من 6 الصبح لعند آخر النهار، وأخد معاه غسل البنات اللي تمنهم حوالي 300 جنيه. وهو شغال في غسل البنات من بقاله يجي 6 سنين، وهو واخد غسل البنات بالتقسيط لما يبيع ويسدد تمنهم. بقاله أكتر من 12 ساعة بيلف على رجليه، ما باعش أي حاجة، وكان متضايق ومخنوق. وبعدين قطع أكياس غسل البنات ورماهم في الشارع من يأسه ومن زهقه، وروح ماشي علشان مش معاه أجرة المواصلات، وخد الطريق كله مشي. وكان بيناجي ربنا وبيقول: أنا كان نفسي يا ربي أروح لعيالي وأبسطهم، بس ما كانش عارف إن في واحد وراه بيصوره وهو بيقطع غزل البنات. فيديو حوالي 9 ثواني، وشيره على النت، والفيديو اشتهر خالص. وزي ما يكون ربنا سمع منه وعايز يغير حياته ويساعده. في ناس كتير عايزة تساعده. ووزارة التضامن الاجتماعي قالوا هيعملوا له مشروع، ومؤسسة حياة كريمة قالوا هتسلمه مشروع متكامل علشان يعيش منها. ورجل الأعمال أحمد أبو هشيم هيتكفل بإنشاء كشك ومساعدة مالية ليه. وإحنا كمان طبعا بنشكره جدا، وعلى تكريمه للطالبة نورهان للشهادة الإعدادية. ونصيحتي ليكم حبايبي، إن إحنا لما نشوف الناس الشقيانة دول نحاول نساعدهم وننفعهم على قد ما نقدر، علشان نفسهم بتبقى عفيفة جدا، وخصوصا اللي ما بيطلبوش حاجة وبيكونوا في عز احتياجهم.